السلام عليكم. النهارده هاعمل لكم رمان بالجيلي حلو جدا، وهتعتمدي الطريقه دي وهتفضلي تعمليه طول ما الرمان موجود في السوق. طريقته سهله خالص وبسيطه. وبعدين علشان تنقي الرمان لازم تكون الورده بتاعته مفتحه، وتدوسي على الرمانه تلاقي الرمانه نفسها الحب بيطرقع معاكي، هتكون دي حلوه وحمرا. معايا 2 كيلو ونص رمان، كوبايه سكر، كيس فانيليا، كيس جيلي اللي هو فراوله ولازم يكون احمر عشان مش هينفع احط اي لون تاني مع الرمان. باغسل الرمان كويس جدًا، وبامسك الرماناية باقطّع الوردة بتاعتها من فوق، وبعد كده باقطّع بالسكينة من ناحية كل خطوط بيضا بتطلع معايا زي ما أنتم شايفين الرمانة، وأبتدي أفصّصها يا إما بإيديّا يا إما أخبّط عليها بأي كبشة بتسهّل عليَّ الدنيا. خلّصت كمية الرمان اللي هي 2 كيلو ونص، وهاحط عليهم كوباية سكر، وطبعًا كمان هاحط الفانيليا زي ما أنتم شايفين هاطعّم الفانيليا حلو أوي، وممكن كمان تكتفي كده بالرمان والفانيليا من غير ما تحطي الجيلي، برضو بيكون طعمه حلو جدا. واسيب السكر مع الرمان حوالي من ساعتين ل3 ساعات وهما محطوطين في التلاجة. هتلاقوا السكر مع الرمان نزل عصير حلو قوي زي ما انا وريتهولك كده في الفيديو. بينزل حوالي بتاع كوبايه كوبايه وشويه لما الرمان مع السكر بينزل العصير بتاعه. دلوقتي بجيب كيس الجيلي وبحط كوبايه ميه سخنه وعليها كيس الجيلي، وبنزل كمان عليهم بكوبايه ميه بارده عاديه من الحنفيه. يبقى انا كده المقدار معايا هنا 3 كوبايات، كوبايه سخنه وواحده من الميه العاديه، وكمان لما الرمان نزل ميه حوالي كوبايه وشويه. هقلبه كويس جدا الجيلي، وبعد كده هحطه على الرمان وهقلبه كويس برضو، وهتغرفي احلى عصير رمان بالجيلي. وزي ما انتم شايفين الجيلي مش ماسك معايا، حتى لو اتحط في التلاجة ولقيتيه مسك سنة يكون برضو طعمه حلو جدا، والجيلي مودي الرمان في حتة تانية خالص. جربي الطريقة دي جديدة وحلوة. دوسي لايك وفعلي الجرس واستنيني فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.